أهلا بيكم في فيديو جديد وفرصة شغل جديدة. لو معاك عربية وبتدور على فرصة شغل مضمونة بدخل ثابت آخر الشهر، فالفيديو ده معمول ليك. النهاردة هنتكلم عن فرصة عمل كسائق توصيل في شركة BDC التابعة للبريد المصري، اللي بتوفر مرتبات بتبدأ من 13,000 ل16,000 جنيه شهريا كمرتب ثابت من غير عمولات. هنكلمكم عن الوظيفة وطبيعة الشغل والشروط اللازمة، فتابعونا للآخر. نتقابل بعد الانترو. أهلا بيكم مرة تانية. شركة BDC دي شركة تابعة للبريد المصري. البريد المصري دلوقتي ما بقاش بيعين حد عنده كتعيين ثابت، لأ هو عهد بالمهمة دي لشركة تانية خاصة اسمها BDC، هي اللي بتعين المندوب دلوقتي أو بتشغلهم معاهم، سواء كان مندوب مترجل أو مندوب شغال بعربية. الشركة طالبة وظايف، طالبة يعني مناديب للشحن، تشتغل بالشحن بعربياتهم في مناطق محددة، وعاملة مرتبات ثابتة. أول حاجة هنتكلم عن المناطق المطلوبة. الشغل ده متاح في مناطق معينة، وهي مدينة نصر في القاهرة والإسكندرية. خلونا يعني نشوف التقسيم. في القاهرة المناطق المطلوبة في مدينة نصر صغيرة وقريبة جدا من بعض، يعني هتكون شغال في زون صغير ومريح جدا. المناطق دي هي الماظة وشارع الصعقة، ده روت أو قسم، نادي الشمس، شارع الحرية والميرلاند، ميدان الجامع وكليوباترا. دول كده كل واحدة فيهم مناطق مطلوب. بالنسبة لإسكندرية مطلوب فيها سيدي بشر قبلي وسيدي بشر بحري. انت هتشتغل في منطقة صغيرة جدا وهي بالاسم، يعني هتشتغل في ألماظة يبقى هتشتغل في ألماظة، هتشتغل عند نادي الشمس يبقى هتشتغل عند نادي الشمس، مش هتخرج بره الزون ده. فانت مش هتحرق كتير بالعربية، عشان كده المرتب لو هنقارنه ببقية الشركات فممكن يكون قليل شوية. فهو قليل عشان هو مش بيخليك تحرق كتير. انت القصة كلها انت بتلعب في زون صغير جدا، ممكن يكون معاك عدد شحنات كبير بس مش هتخرج بره المنطقة دي. يعني سواء كنت في القاهرة او اسكندرية هيكون شغلك في مناطق محددة وصغيرة، ومش هتحتاج تسافر مسافات بعيدة او تمشي مسافات بعيدة. رقم اتنين أو الحاجة التانية اللي هنتكلم عنها هي طبيعة الشغل وعدد الشحنات. الشغل ده مناسب للي عايز يشتغل في زون مقفول، يعني منطقة معينة مش بيخرج منها، وده بيقلل المجهود وبيوفر من وقت التوصيل زي ما اتكلمنا قبل كده. عدد الشحنات اليومي اللي بتخرج بيه هو من 60 ل70 شحنة، وده بيضمن لك شغل منظم وسهل في نفس المنطقة بدون لف ولا دوران. كل الشحنات دي بيتم تسليمها من غير معاينة، يعني بتسلمها للعميل زي ما هي، وممنوع إن العميل يفتح الشحنة. ولكن في حالة إن أي شحنة مرتجعة رجعت للشركة وهي مفتوحة، ده معناه إن أنت خالفت القواعد بتاعتهم، فبيتم تحميلها عليك. فركز دايما وأنت بتسلم وخد بالك من الموضوع ده أو من النصيحة دي. رقم 3، شروط الأداء ونسب التسليم. شركة BDC بتتطلب من السواقين أو من مندوبين الشحن اللي هم يشتغلوا معاها لازم يحققوا نسب تسليم تتراوح ما بين 88 و90%، عشان ميبقاش فيه أي خصومات. العمل بتاعك بيبتدي من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 6 مساء، يعني 8 ساعات، انت بتشتغل 8 ساعات. الأجازة الرسمية هي يوم الجمعة فقط. رابع حاجة هنتكلم عنها الالتزامات والقواعد المطلوبة. في شوية حاجات كده هنتكلم عليهم، هم لازم يعني بيدققوا فيهم. زي ما قلنا إن هي شركة تابعة للبريد المصري، فهي هتلاقيها متأثرة قوي يعني بنظام الشحن بتاع البريد. فهي بتطبق القواعد بتاعته لأن هي شركة في الأساس تابعة ليه. أول حاجة البطايق والرخص، ده شرط أساسي يمكن مع كل الشركات، إن لازم يكونوا ساريين. فلازم وأنت بتحضر عشان تقدم لازم يكون البطاقة والرخص يكونوا ساريين. تاني حاجة لازم تكون عارفها هي في المناطق المطلوبة لازم تكون عارفها كويس، يعني هتنزل تشتغل في منطقة لازم تكون عارفها، مش لسه هتتعلم أو هتبقى عارف لسه دي أولها فين وآخرها فين. فيعني يفضل ويحبذ إن أنت تكون عارف المنطقة اللي أنت تنزل عليها وحافظها علشان ما تتعبش. المرتجعات الوهمية، كل شحنة مرتجعة وهمية، يعني أنت بتدي حالة فيك على الشحنة. يعني مثلا عميل بيقول أجل وهو ما أجلش، أو عميل رجع أو رفض وهو ما رفضش، بتخصم لك 100 جنيه. والحاجة دي موجودة على فكرة في معظم الشركات بتاعة الشحن. في حالات لو حصل خطأ في التحصيل وزودت مبلغ زيادة عن المطلوب هيتخصم منك 150 جنيه. يعني ما ينفعش تروح لعميل وهو مثلا تمن الشحنة بتاعته مثلا 200 جنيه فأنت قلت له أنا الحساب 220، فكده معناه إن أنت بتاخد منه تبس أو بتاخد منه فلوس بالعافية. فده هما بيعتبروه إن ده كده حاجة برضه فيك وتخصم عليها 150 جنيه من المرتب. لو في سوء تعامل مع العملاء أو مع الطاقم الإداري اللي أنت بتشتغل معاه هيتخصم لك 300 جنيه. الحاجات دي شوية قواعد
يعني انت لو عرفتها واتجنبتها فكأنها مش موجودة، فخلي بالك من الحتة دي دايما. والحاجة الخامسة اللي هنتكلم فيها هي المرتبات ونظام السلف. الراتب بيكون من 13000 ل 16000. طب فين 13 وفين 16؟ 13000 المناطق اسكندرية، 16000 المناطق القاهرة. وده بيعتمد على حجم الشغل طبعا اللي انت بتقوم بيه. وزي ما قلنا ان الشغل هو مش كتير، من 60 ل70 شحنة في منطقة صغيرة جدا. احنا بنتكلم في شارع، يعني شارع او اتنين حاجة كده يعني. فالموضوع سهل جدا. اما بالنسبة للموضوع السلف، لو انت محتاج سلف فالسلف متاحة بشكل اسبوعي، كل يوم حد وكل تلات تقدر يعني تاخد سلفة بضمان المرتب بتاعك، تبلغ عليها وبيتم تنفيذها في اليوم التالي. آخر حاجة، لو شايف إن أنت مؤهل للشغل ده إنك تشتغل معاهم يعني، فدي فرصة ممتازة ليك. لو أنت من سكان قريبين من المناطق دي فدي حاجة تبقى كويسة جدا ليك. مش هتحرق كتير، مش هتصرف بنزين كتير، مش هتصرف صيانة كتير. هيبقى فعلا المبلغ اللي أنت بتاخده حاجة كويسة. ما تنساش تشارك الفيديو ده مع أي حد ممكن يكون مهتم بالفرصة دي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن فرص الشغل الجديدة اللي بتبقى موجودة معانا. ونشكركم ونتقابل في الفيديو اللي جاي.